ويثلج السطر. مالك يا لوزة؟ متضايقة شوية يا ماما. أكيد هو المنيل مفيش غيره جوزك. ما تقوليش عليه كده يا ماما. يعني هو ولا مش هو؟ هو المنيل. عامل ايه المرة دي؟ مش عارفة اقولك ايه يا ماما. طيب بطلي بكرة يا خايبة واحكيلي ايه اللي حصل. اتغير خالص يا ماما، مبقاش طايقنا. اتغير ازاي؟ احمر ولا اخضر؟ ما اقصدش الشكل يا ماما، اقصد طبعه معايا. قوليلي عامل ايه الموكوس؟ ما بقاش طايقني ولا بيطيقلي كلمة ولا اكل عاجبه ولا اي حاجة يا ماما. ابعتله رسايل يا ماما واتصل بيه ما يردش. يجي من الشغل يمسك التليفون ويقعد يكلم اصحابه الشباب بالساعة والاتنين والتلاتة ويضحك هو بيكتب الرسايل يا ماما، يقولش بيزغزغوه. ها وبعدين يا لوزة؟ امبارح يا ماما قلت له تيجي نطلع نخرج نغير جو، من زمان قوي ما خرجناش مع بعض. اهو نغير جو ونقعد على النيل، مش مشكلة نشتري ولا نجيب حاجة. خرج يا ماما بعد ما اتحايلت عليه يجي نص ساعة. بس ايه يا ماما؟ اكنه قاعد في ميتم، هاين عليه موتني انا وابنه ويدفننا في ارض المحل. حتى الواد طالع نكدي زي ابوه. الفرخة الأصيلة تجيب الحصان يا ماما، كله زي ابوه نفس طباعه. انا مش عارفة اعمل ايه بين الاتنين دول. هلا قوليلي يا لوزة، هو ابنك راسه كبيرة لمين؟ دواتي يا ماما. بصي يا بنتي انا هقولك تعملي ايه. ها يا ماما. انتي تقعدي في بيتك ما تخرجيش منه، لو كلمك ما ترديش عليه، ما تعمليش اكل، ما تعمليش اي حاجة ولا اكنه قاعد في المكان. ها يا ماما وبعدين؟ خليكي شديدة يا لوزة. اضربه يا ماما؟ تضربي ايه يا خايبة؟ خليكي شديدة في التعامل. يعني لو قالك روح هاتي كوباية مية قوله تروح تشرب انت متفكاش رجلين؟ لو قالك جعان قوله الاكل في التلاجة روح سخن لنفسك. لو قالك اطفي النور عايزة انام قوليله انا مرتاحة كده، انا بحب انام على النور، روح نام في الأوضة التانية. لو حران اطفي المروحة، ولو سقعان شغل المروحة وشيلي منه الغطا وزق ابنك ابو راس كبيرة ده عليه. خليه اول ما ينام اقرص ابنك قرصة كده خليه يصرخ ويصحيه. لو اتكلم معاكي قوله ده طفل صغير اعمل له ايه؟ بس انا خايفة يا ماما يعمل لنا حاجة، ده شايل المسدس جنبه في الكومودين واللي جنبه. باسترامك يا بنت ما تخافيش، ربنا يستر. يلا اتمسيته. حضري لي الغدا بسرعة عشان نازل. مطبختش طبختش ليه ان النهاردة. شاء الله؟ ابنك مغلبني من الصبح ومش راضي يقعد على الأرض ولا على سرير وعايزني أشيله النهار كله. يا سلام، هو انتي اول واخر واحدة تخلفي ولا ايه؟ يا عليا أول وآخر واحدة خلف. طب حضري لي غيار، انا رايحة استحمى وبعد كده خارج. كتاب حياتي يا عين ملقتش زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب.
ده أنا اللي حياتي عذاب لما سمعت صوتك يا موكوس. ايه ده؟ انت مين يا عم؟ يعني هكون مين يعني؟ ده غايتي غني في بيتي. انت مش عارفني؟ هو انت فين؟ في المسجد؟ ده انت في الحمام. اعوذ بك من الخبث والخبائث. انا كده كده رايح في داهية. الحقيني يا لوزة، الحقيني يا لوزة. ها 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 ها. ما طولتش يعني في الحمام؟ ها؟ ايه؟ بيقول لك ما طولتش، اصل المية قطع ازاي؟ انا لسه غاسله المواعين وكانت شريرة. جراية الموكوسة، هو انت كل حاجة تجادلي معايا فيها؟ انا هنام شوية، صحيني بعد نص ساعة. انت ايه انت ليه ما بتحبش تفهم انك غلطان؟ قولي ليه ليه والله ما عندك دم، والله ما عندك دم، اقسم بالله ما في نقطة من الاحمر. يا حبيبي مش انت قلت صحيني بعد نص دقيقة؟ ده عدد دقيقة ونص. نص ساعة يا متخلفة، في حد ينام نص دقيقة؟ ده الواحد بينام بيقفل ويفتح عينه في نص دقيقة. معلش يا قلبي انا سمعتها كده. جاكي وجع في قلبك. امشي غوري ناوليني كوباية مية. فكري اللي انت رحت تشرب لوحدك. انا هوريكي يا لوزة، والله لوريكي يا لوزة. اوعى كده من طريقي. او انت لا شفت حاجة يا عم؟ هلحق اتفرج على التلفزيون قبل ما يجوا. بتتفرج على ايه يا روحي؟ مالكيش دعوة، سكيت الولد ده. عايز اتفرج شوية، الواحد ما عرفش يقعد براحته في بيته ولا ايه؟ انا رايحة مشوار يا حبيبي وهسيبه معاك نص ساعة بس، مش هطول. انا عارفها النص ساعة بتاعتك دي، نص ساعة بالكتير. يلا باي. ايه يا ولية؟ خدي ابنك يا ولية معاكي. إن كنت تقدم دمك في سبيل العبد فإنه في سبيل السيد الكبير المسلم. من تهوى يا بني؟ من اولها بكا. ما بك يا أكرم على غير عادتك؟ تغطي اللحم بالقلاب. انقلاب لصاحب الشرف عليك، انقلاب المسلمين. فتؤيد انقلاب صاحب الشرف إنما يبالغ أحيانا. هذا هو حال الذين يسعون لطعام السلطان. ما حال الطيب؟ ما به؟ نظرت قلوبه إليه، وإن فقط فإنه لا يأكل إلا قليلا ويترك الباقي إنما الرجل المفلس نهارك اسود يا ولية بس تيجي. أخيرا شرفت يا هانم. معلش يا حبيبي اتأخرت عليك، زحمة مواصلات وكده بقى. معلشك معاكي يا أختي، خد ابنك وغوري في داهية. يلا يا ولية في داهية، انت لسه واقفة؟ ما تغوري. ماما يا ماما. ايوه يا
خلاص انا جيت اهو. الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، جوزي مشاني من البيت انا وابني. ليه يا روزة؟ نفذت كلامك يا ماما. بكرة هيجي لغاية عندك ويعتذرلك يا روزة. تفتكر يا ماما؟ متخافيش يا بت، حتى لو طلقك في داهية. صحيح اللي سمعته ده يا ولية؟ سمعت ايه؟ بنتك لوزة جاية زعلانة عندك؟ هي جاتني هي وابنها من شوية. ايه اللي حصل؟ تعرفي يا ولية لو كان ليكي دخل في الخناقة دي قبل ما بنتك تتطلق هتتطلقي انت. عيب عليك يا راجل، بعد السن ده كله تهددني. انا مش بهددك يا ولية، هو ده اللي هيحصل. يا مسبتي يا لهوي يا خراب، يا مسبتي يا لهوي يا خراب، هتطلقي بعد العمر ده يا ولية. اتفضل يا ابني تعالى. اهلا يا عم. خير يا ابني، ايه اللي حصل؟ اللي حصل كتير يا حاج ومش ممكن هسكت عنه. قول يا ابني. بنتك يا حاج سمعت كلام امها ومش سايباني في حالي، مطفشاني، لا عارفه انام لا عارفه اكل ولا عارفه اشرب، ولا حتى التلفزيون مش عارفه اتفرج عليه. اللي تتوقعتها كمان سايباني ابنها وماشية وتتأخر بالساعة واتنين برا وتقولي الزحمة. بنتي عملت كل ده؟ انت يا ولية هاتي بنتك وتعالي بسرعة. حاضر يا حاج انا جاية اهو. يجيكي في رجليك يا بعيدة. ازيك يا ابني عامل ايه؟ اهلا يا حماتي. الموقوذة بنتك فين؟ انا جاية اهو يا بابا. نعم يا بابا. يا بابا وايه اللي صحيح. خلاكي تعملي كده يا بت؟ هو اللي كده يا بابا، مطهقني ومزهقني ومش طايقني وطول اليوم على التليفون ولكني موجودة. حتى ابنه يا بابا مش بيرضى يشيله حباية صغيرين. انا تعبت من المعاملة دي يا بابا. معلش يا بنتي كل شيء يتصلح. صحيح الكلام ده يا ابني؟ بمسك التليفون وكل الناس بتمسك التليفون، هي كمان مسكترة ماسكة التليفون عليا. مش كفاية النهار كله في الشغل، كمان حاجة بالليل ممسكش تليفون اروح عن نفسي شوية. اديها حبة يا ابني من وقتك، مش كده؟ وحبة لابنك يعني، ده ابنك. حاضر يا عمي. يلا يا ابني خد مراتك وابنك وروح. خد يا ولية، رايحة فين نهارك تين النهاردة؟ هتعمل ايه يا حاج؟ هعمل عمايل سودا يا ولية، يا حشرية يا النكدية. خلاص مش هعملها تاني. مدام الجيب مليان لتجوز 4 نسوان، واحدة تحني ايديها واحدة تاكل الحمام. انت تتكلمي هوبا هوبا هوبا
خلفتيهم؟ استمتعتي عمرك يا ماما؟ كان واحد صح. هو اللي باقي انت تأمري. مين هيكذب عليكي؟ مين هيخونك؟ مين ها؟